السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا فيديو جديد. اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. نبدأ بقى نقول بسم الله. النهارده بقى هجهز معاكم شنطة المصيف. اول حاجة كده معايا هنا كان معايا الزيت الازرق ده بتاع بنتي، زي ما انتوا كنتوا عارفين، كنت قايله لكم في فيديو قبل كده يعني. والزيت التاني ده ليا، وحطيت البرفان والصن بلوك الاساسي طبعا اللي قلت لكم عليه برضو ده، يعني ما اقدرش اروح البحر من غيره يعني. بس الصغير ده كان فيه شويه يعني صغيرين مش كتير، فقلت طبعا مش هيكفي، فجبت بقى واحده بقى بس كبيره، الحجم الكبير يعني، عشاني وعشان اولادي وكده، عشان تكفينا بقى، عشان زي ما انتوا عارفين ان انا هقعد اسبوع، فعشان تكفي وكده. بس بقى والمكياجاتي وحاجتي يعني. وخدت برضو كده ده الجل بتاع جوزي بس، وده كان في فوزلين برضو ليا. هنا بقى التوك دي عشان بنوتي، التوكه دي كانت عجبتها كده فجبتها لها. عبارة عن 3 دبابيس كده، دبوس منهم كده فيه فراشتين. بس عايزه اقول لكم كان شكلها حلو قوي قوي لما لبستهم لها، كانت شكلها جميل يعني، هي صراحه في اللبس حلوه. بس وهنا بقى حاطه بقى في الكيسه زي ما كانت كده بقى. وهنا الكيسه دي كنت جايباها قبل كده يعني، ما جبتهاش عشان المصيف، دي كانت عندي بس قلت برضو اخدها. والتلات توك دول انا برضو ما حبيتش اكتر يعني في الحاجه، حتى يعني في الهدوم برضو انا ما كترتش، زي ما انتوا عارفين ان انا هقعد اسبوع، ما خدتش حتى الهدوم على عدد الايام الاسبوع يعني، وكده خدت اقل. والسلسله دي كنت جايباها لنفسي بس طلعت بقى من نصيب بنوتي برضو. والتوكه دي برضو لبنوتي، انا بحب اعمل لها كده تسريحه معينه بيها كده، وارفع لها شعرها بيها، والفراش لينا. وبقى المشط برضو ده بتاع زوجي. والخيط زي ما قلت لكم قبل كده مهم جدا والله يا بنات، هينفعكم. خيط وابره كده، وطبعا حاجه بسيطه يعني مجتش عليه يعني، بس بجد بينفع حتى لو ما محتاجناه لهوش يعني، بس برضو خليه معاكم يعني احتياطي لاي حاجه. والنضاره بتاعتي بقى وبس، زي ما انتم شايفين كده الحاجه اهي. هنا بقى اول حاجه بدات بيها بقى، حطيت هنا البشكرين وفوطه، بس فوطه كبيره شويه يعني. وحطيت برضو ملايتين. هنا بقى هدوم ابني بدأت بيها يعني. اول حاجة ده طقم كده خروج، ايه رأيكم بس الاول يا بنات؟ ده كده بقى طقم، زي ما قلت لكم انا مش هاخد على عدد الايام. برضو ما حبيتش برضو اتقل الشنطة معايا يعني، انا خدت شنطة كبيرة، بس خدت شنطة سفر كبيرة قلت احط فيها كل حاجة. ده الطقم التاني، الحزام بتاعه طبق كده، بحاول بطبق تطبيقة كده صغيرة. وده الطقم التالت، خفيف كده يا بنات، شايفين؟ انا هنا اخدت لابني 4 طقمة، التلاتة دول وهحط بنطلون جينز وكده. والتيشيرت بتاع البنطلون جينز انا كنت غسلاه، كنت غاسله شويه هدوم كده وما نشفوش، ما عرفتش احطهم بالليل في الشنطه يعني وانا بجهزها، فحطيتهم الصبح، فده كان من ضمنهم يعني. والشورت ده كده والفانيلا الصفرا دي كده ده للنوم يعني للبيت. وده كده برضو ترنج كده. فين بقى اللايك يا بنات؟ محدش طبعا نزل لسه حطه يعني، فضلا بقى وليس امرا يا بنات، حطوا بقى اللايك بقى اللي بيشجعني كده بقى. حطيت طقمين برضو. هنا بقى المايو بتاع ابني، وده برضو مايو كده بس شورت مش على بعضه يعني، مش الكامل كده يعني. فانا هنا اخدت لابني مايوهين، الكامل ومايو شورت. المايو برضو التاني كان برضو من ضمن الهدوم اللي كانت مغسولة،
لان انا قبل ما اسافر بيوم كان عندي تمرين، فالمايو كان مبلول يعني، فطبعا نشرته بس. وهنا برضو كنت حطيت طقم تالت كده، الشورت الاصفر والتيشيرت عليه كده، يبقى 3 طقمة ده للبيت يعني يا بنات. وبنطلون الجينز اللي قلتلكوا عليه ده، والتيشيرت بقى برضو اللي قلتلكوا عليه بقى اللي هو متنشر. وهنا بقى البوني بتاعه والكتافات والعوامة. انا حبيت اخد كل حاجة كده تخص البحر، بحيث ان اللي هو يرتاح فيه يعني ايه استخدمه له يعني. حب الكتافات، حب العوامة، اللي هو عايزه يعني. بس هنا بقى حاجة بنوتي، هنا السلوبيتا دي وعليها التيشيرت ده. بس وهنا برضو حطيت لها كده بنطلون جينز وعليه التيشيرت ده كده. وهنا المايو بتاعها ده، وفي بقى الموف اللي انتوا شفتوه قبل كده في فيديو تاني برضو، عشان كانت في التمرين مع اخوها وفي يوم واحد يعني برضو كان مبلول، فكان في المنشط. وده طقم كده تالت، ده كده زي ايه ترنج خروج كده برضو خفيف كده بس. حاولوا كده يا بنات تطبقوا التطبيقه كده صغيره عشان ما تاخدش مكان كبير كده في الشنطه. وده برضو بنطلون تاني برضو. دي كده بقى سلوبيتا كده للنوم يعني للبيت. وده برضو كده تيشيرت كده وشورت كده برضو للبيت. يبقى انتوا عارفين ان انا هقعد 7 ايام، بس ما خدتش بعدد الساعات. انا كنت عايزه كده صراحه، بس لقيت الشنطه هتبقى تقيله قوي وما فيهاش داعي يعني. الحاجه البيت دي الواحد بس بيجي اخر اليوم بينام بيها، فمش بتتبهدل للدرجه. بس فعشان كده ما كترتش. وخدت بقى النضارتين لبنتي ولابني، والبورد لبنتي، خدت العوامه دي الكبيره، قلت يعني عشان لو حبيت لو نزلت البحر وكده. بس هي طبعا يعني هي في البسين ما فيش بقى ولا عوامه ولا اي حاجه، بس عشان هي لسه مش قوي، فالبحر طبعا هيبقى صعب من غير عوامه لو دخلنا جوه شويه. وده بقى فستان كده، خدت الاسود وخدت الفستان ده برضو. يعني هي اصلا بتعوم بالبورد وكده ومن غير البورد في البسين، بس البحر لسه مرحله البحر دي لسه ما نخلص خالص عشان تبقى متمكنه يعني، تبقى كويس يعني. بس وهنا بقى خدت برضو الجاكيت ليا، هنا جاكيتين كده وفستانين، ده كده ليا انا. اللايك يا بنات، اللايك بقى يا بنات، شجعوني كده يا بنات. بس وده بقى كده المايو بتاعي، انا خدت 2 برضو فخدت ده كده. دي كده السلوبيتا بتاعته. وخدت كده المايو التاني اهو، انتوا طبعا شفتوا ده بس ما شفتوش الاولاني. بس يبقى انا كده خدت مايوهين ليا. لو تقريبا كده خدت لكل واحد مايوهين، لابني بس زيادة عليه الشورت، والبنتي برضو 2 ولنفسي 2. وده الكاب بتاعي كده. ودي بقى التربونة بتاعت المايو الازرق والتاني الاسود. وده كده كان فيست برضو ليا. مش عارفه اوضح شكل الحاجه قوي بقى، فيا رب يكون بقى يعني الحاجه تبقى باينه لكم يعني يا بنات. ودي بقى الطرحه بتاعته. خدت برضو طرحه تانية، خدت واحده ابيض وخدت التايجر، وخدت بقى واحده ابيض في اسود في اصفر، برضو كانوا مغسولين يا بنات.
انا ملحقتش بقى ملحقتش في الاخرانيين دول فحطيتهم الصبح يعني، ما كانوش نشفوا يعني يا بنات. بس دي الطرحه دي كانت موجوده، الباقيين كانوا مغسولين يعني. ودي كانت تلبيسه برضو، الصودا دي تلبيسه. ده بقى حاجه زوجي. البرد لسه ما راحش من عندي يعني، مش عارفه اطول قوي معايا كده. خدت له كده في التيشيرت اللبني والابيض في اسود والاصفر، وخدت برضو ده. ايه رايكم بقى يا بنات؟ وهاخد برضو الابيض ده. شايفين يا بنات؟ في بقى منهم الاسود والازرق، التانيين دول بقى ممكن الخروج والباقي للبحر كده بقى. هما برضو ينفعوا خروج يعني، بس انا بقى خدت له دول. ده بنطلون جينز، وده كده سويت بانس، واحد كده رصاصي، وخدت واحد برضو اسود خفاف كده يعني في النزول. وده برضو الشورت كده للبحر، خدت له برضو كده 2. فزي ما قلت لكم كل واحد فينا كده خدت له 2 كده. خلاص انا كنت خلصت اهو. وبعد كده بقى رصيت الحاجة في الشنطة، والكاب بتاع زوجي. بس هي دي بقى كانت حاجتي. ده بقى كان الشابو بتاعي، وده بقى كان بتاع بنوتي. ايه رأيكم بقى يا بنات؟ بس طبعا بخلاف الكتاشي وكده والحاجات دي وكده. هنا بقى كنت حطيت بقى الحاجة في الشنطة. يلا بقى اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. كومنت بقى ولايك كده وشجعوني بقى يا بنات. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.